أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي وحيوي. الشغل الكبير اللي بيحصل في ملعب طنجة في المغرب. دي مش مجرد صيانة عادية خالص، لا، دي تحضيرات ضخمة لأحداث عالمية كبيرة جاية. بالظبط. المصادر اللي معانا بتقول إن في تقارير مفصلة بتورينا حجم الشغل ده وأهميته، خصوصاً إننا بنتكلم عن كأس الأمم الأفريقية 2025 وكمان كأس العالم 2030. فإحنا النهاردة عايزين نفهم أكتر إيه اللي بيحصل هناك وليه هو مهم قوي دلوقتي. يلا بينا. تمام. النقطة الأساسية هنا زي ما قلت مش مجرد تجديد، لا، الهدف هو رفع مستوى الملعب كله عشان يوصل للمعايير الدولية المطلوبة للبطولات الكبيرة دي. بصراحة الطموح ورا المشروع ده هو اللي لافت للنظر فعلا. والتقارير كمان بتأكد إن الشغل ماشي بسرعة كبيرة جدا، وتيرة متصارعة زي ما بيقولوا. وده طبعا مفهوم جدا عشان يلحقوا يخلصوا قبل يونيو 2025. فعلا عنصر الوقت ضاغط جدا أكيد. طب لو دخلنا في التفاصيل أكتر، إيه اللي بيحصل على الأرض دلوقتي؟ التقارير بتقول بدأوا يغلفوا الواجهة الغربية للملعب بمادة كده شكلها مميز، ألياف بصرية عالية الجودة. دي شكل بس ولا ليها وظيفة تانية؟ لا طبعا مش شكل بس، الألياف البصرية دي تكنولوجيا متقدمة جدا، بتدي شكل معماري مبهر بالليل أكيد، بس الأهم إنها بتخدم متطلبات البث التلفزيوني الحديث، ال 4K وال 8K، وكمان ممكن تسمح بعروض ضوئية تفاعلية. دي حاجات أساسية دلوقتي في ملفات الاستضافة الكبيرة. يعني تكنولوجيا بتخدم الشكل والوظيفة مع بعض. بالظبط كده. ده غير طبعا الشغل اللي جوه الملعب نفسه، مدرجات جديدة بالكامل، غرف ملابس للاعبين والحكام، المرافق، الممرات بتاعتهم، وكمان عرفنا ان تركيب أعمدة السقف الأساسية قرب يخلص. أيوة، دي كلها عناصر مهمة لتجربة شاملة أفضل سواء للفرق أو الجمهور. وفي تفصيلة كمان لفتت نظري جدا، هندسية شوية. بيقولوا انهم بيحسنوا أرضية الملعب نفسها بإضافة كابلات فولاذية تحتها. دي تبان تفصيلة صغيرة بس مهمة، مش كده؟ مهمة جدا جدا. الكابلات الفولاذية دي بتعمل كذا حاجة. أولا بتقوي الأرضية عشان تتحمل أي وزن تقيل، سواء معدات صيانة أو لو في فعاليات تانية غير الماتشات. والأهم إنها بتضمن ثبات طبقات التربة ونظام الصرف اللي تحت العشب مهما كانت حالة الجو. ودي نقطة أساسية بتطلبها الفيفا والكاف عشان جودة الملعب ومتانته تكون مضمونة. فهمت. ده بيأكد قد إيه الشغل الدقيق ومعقد، حتى في الحاجات اللي مش بنشوفها بعينينا. مظبوط. التكامل بين كل العناصر دي المرئية وغير المرئية هو ده اللي بيعمل ملعب بمواصفات عالمية فعلا. طيب كل الشغل الهندسي والتكنولوجي ده بيتم تحت ضغط وقت كبير زي ما قلنا. ياسين التمسماني نائب رئيس اتحاد طنجة كان صرح بجدول زمني طموح قوي، إن الشغل يخلص تماما في مايو 2025 ويبدأوا تجارب أرضية الملعب في الصيف، يدوب الوقت قبل كأس الأمم الأفريقية. فعلا ده جدول زمني يعتبر تحدي كبير، الالتزام بيه محتاج تنسيق عالي جدا بين كل الأطراف. بس لو نجحوا في الميعاد ده، دي في حد ذاتها هتكون رسالة قوية جدا عن قدرة المغرب إنه ينفذ مشاريع بالضخامة دي في وقتها. بس هل التركيز الرهيب ده على التكنولوجيا العالية والمعايير الصارمة أو دي ممكن يكون ليه جوانب سلبية؟ ممكن يجي على حساب حاجات تانية مهمة زي سهولة وصول الناس للملعب مثلا، أو تجربة الجمهور عموما، أو حتى الاستدامة البيئية للمشروع. ده سؤال مهم فعلا. هو في الغالب المعايير الدولية الحديثة بتحاول تعمل توازن بين كل الجوانب دي. متطلبات الفيفا مثلا مش بس تكنولوجية، دي بتشمل كمان جوانب خاصة بسهولة وصول الجماهير بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقط الاستدامة زي استخدام مواد صديقة للبيئة وإدارة المخلفات وكده. التحدي الحقيقي بقى مش بس في تطبيق المعايير دي وقت الإنشاء، لا، التحدي الأكبر هو استمرارية تطبيقها وصيانة كل المنشآت دي بنفس المستوى العالي بعد ما البطولات تخلص. هي دي النقطة الأهم على المدى الطويل. تمام. يبقى لو حبينا نلخص الفكرة كلها، ملعب طنجة بيشهد تحول شامل عشان يكون صرح رياضي عالمي، مش بس عشان يخدم البطولات اللي جاية، لكن كجزء من بنية تحتية رياضية قوية للمغرب بشكل عام. بالظبط كده. والأهمية هنا أكبر من مجرد كرة قدم. المشروع ده بيعتبر دليل عملي على قدرة المغرب إنه يخطط وينفذ مشاريع عملاقة، وإنه يكون مستعد لاستضافة فعاليات عالمية بتحتاج تنظيم وبنية تحتية على أعلى مستوى. ده استثمار مباشر في صورة البلد وقدراتها قدام العالم كله.
واللي مهتم يتابع التطورات دي أول بأول أو يشوف صور وفيديوهات حصرية من الموقع، المصادر بتقول إن المواقع الإخبارية المغربية وكمان الحسابات الرسمية للمشروع على السوشيال ميديا بتنزل تحديثات بشكل مستمر. امم وكل ده بصراحة بيخلي الواحد يفكر في نقطة أعمق شوية. هل ممكن فعلا تكون الأحداث الرياضية الكبيرة دي زي كأس العالم أو البطولات القارية هي الدافع أو المحرك الأساسي اللي بيخلي الدول تطور بنيتها التحتية بشكل شامل في المدن المستضيفة؟ يعني مش بس الملاعب، لا كمان الطرق والمواصلات والمطارات والفنادق وكل حاجة. سؤال يعني يستحق نتأمل فيه فعلا.